السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم هاد اللوبيا طايبه بالمريقه ديالها. صراحه كتجي معلكه وزوينه، ما تشبعوش منها، اللذه فيها كتجي غزاله. خليكم مع المقادير. هنا عندي اللوبيا بايته فازكه، صافي كنبيتها ليله كامله وهي فازكه. في الصباح كنصفيها كنغسلها مزيان، كنديرها في الكوكوط تسلق، كنخليها كتسلق. صراحه ما حسبت لكمش الوقت شحال هي كتسلق. المهم ملي كنحس بها تسلقات راني كنحيدها، كديرها في الماء بارد وكترديها. صافي هنايا ملي تسلقات خرجت على هاد الشكل هذا، صفيتها من داك الماء ديالها وخليتها. هنايا احتاجيت 3 ديال المطيشات محكوكين وبصيله غادي نقطعها. هنا عندي البصله وعندي الثومه، 2 ريوش ديال الثومه. زدت عليها ديك المطيشه اللي حكيت، وزدت عليها معلقه ديال مطيشه الحك والعطريه، عندي هنا التحميره والبزار والسكينجبير والملحه. زدت عليهم واحد المعلقه ديال الربيع قزبر والمعدنوس. صافي وكتحركيهم بحال هكا حتى كتبدا تغلى شي شويه. ملي كتغلى شي شويه كتلوحي على ديك اللوبيا اللي صفيتي. صافي هنا رميت عليها اللوبيا، حركتها مع شي شويه باش تدخل فيها شويه ديك العطريه وهذا. صافي زدت عليها الماء دافي ورديتها عاود كطيب. كتسدي على الكوكوط وكترديها. بغيتي تسدي الكوكوط تسديها، ما بغيتيش خليها غير منفسه وتبقى تغلى، لان هي ديجا طايبه، يعني ما تعاوديش طيبيها. وهنا من بعد ملي طابت ها كيفاش خرجت، زدت عليها واحد الحاره ومعها واحد البريريت ديال اتاي. كليتها بصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوها. ما تنساوش لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي. انا فرحانه بالناس اللي دخلوا عندي واشتركوا في القناه ديالي، فرحانه بكم بزاف. شكرا لكم على الثقه ديالكم فيا.